بالونة حمراء، ضحكة مرسومة، وبدلة مهرج، رموز المفروض تفرح، بس أوقات بتكون آخر حاجة الضحية بتشوفها في حياتها. يمكن زي ناس كتير، أول مرة خفت من المهرجين كانت بسبب بيني وايز في فيلم إت. مهرج بيطارد الأطفال وبيعيش في المجاري، وده اللي خلاه كابوس يتزرع في جيل كامل. بس اللي محدش قالهولك إن بيني وايز ما كانش هو البداية، وما كانش خيال بالكامل. في حد قرر يعيش الكابوس ده على أرض الواقع، بس مش في المجاري، ولكن تحت بيته هو شخصيا. قدر يحول سرداب بيته لمقبرة، مقبرة حقيقية فيها 33 ضحية مدفونين في نفس المكان اللي بياكل ويشرب وينام فيه. أنا النهاردة مش جاي أحكي لك ملخص فيلم رعب، ولكن جاي أفتح معاك ملف واحد من أبشع السفاحين في التاريخ، المهرج اللي كان بيوزع ضحك في العلن وبيوزع موت في السر. النهاردة هنفتح مع بعض ملف جون واين جيسي، أو بوجو، المهرج القاتل، الراجل اللي بسببه تحول المهرج من حاجة بتضحك لكيان مرعب. جهز قهوتك واقفل النور وتعالى نعرف الحكاية من أولها. مين هو جون واين جيسي؟ عشان نفهم القصة من الأول لازم نرجع بالزمن لفترة السبعينيات في شيكاغو. في الوقت ده لو سألت أي حد في الحي عن جون واين جيسي الرد هيكون واحد: ده راجل محترم وناجح وخدوم جدا. ومش زي ما انت متوقع، جون ما كانش مجرم متشرد ولا حتى شكله يخوف، بالعكس كان راجل أعمال ناجح جدا في مجال المقاولات، وكان نشيط جدا اجتماعيا لدرجة انه كان عضو بارز في الحزب الديمقراطي، وكان بيقابل سياسيين كبار ورجال أعمال، والشرطة نفسها كانت بتثق فيه وبتحترمه. بس على الرغم من انه كان راجل أعمال ناجح ومحترم ولوضعه، جون كان بيعمل حاجة كده يعني تقدر تقول عليها هواية غريبة شوية. جون في الأعياد والمناسبات كان بيحب يلبس لبس مهرج صممه بنفسه، واخترع شخصية سماها بوجو المهرج، بوجو ذا كلاون. وكان بيلبس اللبس ده ويروح يزور الأطفال العيانين في المستشفيات، ويشارك في الحفلات الخيرية، ويعمل أشكال بالبالونات عشان يفرح الأطفال. واللي يشوفه وهو بيهزر في تجمعات الحي وبيلعب مع الأطفال عمره ما يتخيل إن نفس الشخص ده كان بينزل بعد ما عيلته تنام ويفتح باب السرداب اللي تحت البيت وينفذ أبشع الجرائم اللي ممكن تخطر على بال بشر. مين ممكن يشك في الراجل الطيب اللي بيضحك الأطفال؟ مين ممكن يصدق إن تحت الابتسامة دي وحش حقيقي؟ جون واين جيسي كان أذكى من إنه يسيب أي شك يلمس صورته المثالية قدام الناس والمجتمع اللي هو فيه. السؤال اللي أكيد بيدور في دماغك دلوقتي: إزاي راجل معروف ومشهور كده قدر يخفي الواقع بتاعه المرعب ده كل الوقت ده؟ وإزاي قدر يستدرج العدد ده كله من الشباب من غير ما حد يشوفه أو حتى يشك فيه؟ وعشان نقدر نجاوب على الأسئلة دي افتكر معايا شغل جيسي. جيسي كان عنده شركة مقاولات كبيرة، وكان بيشغل عنده شباب ومراهقين كتير من اللي حالتهم صعبة، وكان بيعرض عليهم أجور عالية جدا مقارنة بسنهم. وده كان الطعم الأول، إنه يلعب دور المدير الطيب. لكن في الحقيقة الوضع كان مختلف. جيسي كان مهووس بألعاب الخفة والسحر، وكان بيستخدم حيلة شيطانية مشهورة اسمها خدعة الكلبشات. كان بيقول للضحية: تعرف إن أنا أقدر ألبسك الكلبشات دي وأفكها في ثانية واحدة بحركة سحرية؟ وبدافع الفضول الشاب كان بيوافق وبيمد إيده، وفي اللحظة اللي التكة بتاعت الكلبشات بتقفل فيها اللعبة بتنتهي. الضحية بتتحول فجأة من ضيف أو موظف لأسير تحت رحمة وحش سادي. وهنا بيظهر التشابه المرعب مع بيني وايز. الاتنين كانوا بيستخدموا الحيل والألعاب علشان يطمنوا الضحية لحد ما تقرب كفاية، وبعدها الانقضاض بيكون مفاجئ وقاتل. الفصل ده بحب أسميه ريحة الموت أو السر اللي تحت الأرض. الرعب ما كانش بينتهي بمجرد القتل، دي كانت بس البداية. جيسي كان عنده مكان ضيق جدا تحت أرضية بيته بيسموه الكراول سبيس، وده كان عبارة عن مساحة ترابية واطية تحت ألواح الخشب اللي البيت مبني عليها. في المساحة الضيقة والمظلمة دي جيسي بدأ يدفن ضحاياه واحد ورا التاني. تخيل معايا الراجل ده كان بيرتكب جريمته بالليل ويصحى الصبح يروح شغله، ويرجع بعد الظهر يعمل حفلات شواء لأصحابه وجيرانه في جنينة البيت، والضحايا مدفونين على بعد أمتار قليلة تحت رجليهم. ومع زيادة عدد الضحايا اللي تحت البيت بدأت تظهر المشكلة اللي ما كانش عامل حسابها: الريحة. ريحة تعفن وتفسخ قوية جدا بدأت تملى البيت والمنطقة اللي حواليه، وخصوصا في أيام الصيف والحر. الجيران بدأوا يشتكوا:
مراته نفسها كانت بتشتكي وتقول له البيت ريحته زي المشرحة، ولما كان بيجيله ضيوف كانوا بيمشوا بدري من كتر ما الريحة لا تطاق. بس في الحقيقة جيسي ما كانش همه، وبمنتهى البرود والثبات الانفعالي أقنع الكل إن الريحة دي بسبب رطوبة في أساسات البيت ومشاكل في الصرف الصحي، وساعات كان بيقول إن في فئران ميتة في المواسير، لدرجة إنه عشان يداري على الجريمة صب طبقة من الخرسانة فوق التراب علشان يكتم الريحة. لك أن تتخيل الراجل ده كان عايش سنين وسط الجثث، وسط ريحة الموت، بياكل ويشرب وينام وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وده يخليك تسأل نفسك إيه نوع النفسية اللي تقدر تستحمل كل ده؟ ده مش مجرد قاتل، ده شيطان في هيئة بشر. في عالم الجريمة دايما بيقولوا مفيش جريمة كاملة، والقاتل المتسلسل مهما كان ذكي بيجي عليه وقت ويبقى مغرور. جيسي كان بقاله سنين بيقتل ويدفن من غير ما الشرطة تقرب منه خطوة واحدة، لدرجة انه صدق انه فوق القانون، او زي ما قال بنفسه اذكى من الشرطة. الغرور ده خلاه يرتكب غلطته القاتلة اللي كشفته في ديسمبر سنة 1978. القصة بدأت لما ولد مراهق اسمه روبرت بيست اختفى فجأة. روبرت كان ولد طيب بيشتغل في صيدلية وما كانش له أي علاقة بعالم المخدرات أو الشارع اللي جيسي كان بيصاب منه ضحاياه عادة. يوم اختفائه روبرت قال لأمه جملة واحدة كانت هي طرف الخيط: أنا رايح أقابل مقاول علشان شغلانة، ورجع على طول. ومش محتاج أقولك إن المقاول ده كان جون واين جيسي. الشرطة المرة دي ما كانش قدامها مفر، آخر شخص شاف الولد كان جيسي. لما المحققين راحوا يحققوا معاه لاحظوا حاجة غريبة جدا. جيسي ما كانش خايف ولا متوتر، بالعكس كان متكبر جدا وواثق من نفسه، بيتعامل معاهم باستهزاء. وعشان يخليهم يثقوا فيه أكتر عزم المحققين بنفسهم في بيته. أيوة، بيته اللي دافن فيه كل الجثث دي تحت رجليه، وهو قاصد كده عشان يحكي لهم عن علاقاته بالسياسيين ورجال الأعمال، وكأنه بالبلد كده بيقول لهم أنا واصل ومحدش يقدر يلمسني. لكن اللي جيسي ما كانش واخد باله منه إن المحققين المرة دي كانوا شامين الريحة، بس مش ريحة التعفن اللي في البيت، ولكن ريحة الكذب اللي طالعة منه. وقرروا إنهم مش هيمشوا المرة دي غير لما يحلوا اللغز. ومع إن جيسي كان في نظر الناس راجل محترم وليه وضعه في المجتمع، في وسط الثقة دي كان في راجل واحد بس شايف في تصرفاته نظرة مختلفة: المحقق جو كوزينزا، واحد من الضباط اللي حضروا زيارة التحقيق الأولية. ما كانش زي الباقيين وما نساقش وراه في صورة جيسي البريئة ولا في سمعته القوية، وعرف إنه بيلاعب محترف. لما اتكلم مع الناس وراجع السجل الجنائي اكتشف إن جيسي ما كانش بس راجل أعمال ناجح، ده كان عنده سجل قديم في تهمة اللواط من وقت قبل ما الناس في شيكاغو تعرف عنه أي حاجة أصلا. سجل كان سري لكنه خلى كونزينزا يحس إن في حاجة غلط، وده خلى المحقق يلعب معاه لعبة أعصاب: المراقبة 24 ساعة. عربيات الشرطة بقت واقفة قدام بيته ليل نهار، بيراقبوه وهو بياكل وهو بيشرب وحتى وهو بيتمشى. الهدف كان إنهم يوقعوه في الغلط أو يكسروا ثباته الانفعالي. وفعلا جيسي بدأ يتوتر، مرة يعزمهم على العشاء عشان يثبت براءته، ومرة يهددهم برفع قضية تحرش من الشرطة. ومع مراقبة استمرت أيام كان المحقق جو كوزينزا واقف على الباب في الزيارة الروتينية للتحقيق، عينيه مش بتفارق المكان. الزيارة كانت في الظاهر روتينية، لكن اللي حصل جوه كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير. واحد من الضباط قرب من فتحة التهوية، لاحظ إن ريحة التعفن بتزيد بشكل غريب أول ما الدفاية المركزية تشتغل، كأن البيت نفسه كان بيتنفس ريحة موت من تحت الأرض. اللحظة دي خلت كوزينزا يلتفت ويفهم إن مصدر الريحة ما كانش سباكة ولا رطوبة، المصدر كان جاي من تحت رجلهم هم شخصيا. بس ده ما كانش الدليل الوحيد. الشرطة فتشوا جاكيت كان متعلق على كرسي في الصالة، وفي جيبه لقوا إيصال يخص الضحية روبرت بيست. الوصل اللي جيسون سيف جيب الجاكيت كان الدليل المادي الوحيد اللي يثبت إن الولد كان فعلا في البيت ده قبل ما يختفي. ريحة العفن، الوصل، وسجل جيسي القديم اللي بدأ يظهر للنور، التلاتة كانوا كفاية إن القاضي أخيراً وبعد تردد وضغط قانوني يوافق ويطلع مذكرة تفتيش كاملة للبيت. وهنا جيسي كان معاهم في البيت، شم الريحة قبلهم وفهم إن اللعبة انتهت. لما الوحش بيحس إنه انكشف القناع بيقع حتى قبل ما الجثث تطلع للنور. معاهم مذكرة التفتيش، الشرطة اقتحمت البيت يوم 21 ديسمبر سنة 78. المرة دي ما كانوش رايحين يسألهم
ولكن كانوا رايحين يدوروا. أحد الضباط نزل الممر الضيق المعروف بالكراول سبيس. الجو كان خانق وضلمة والريحة محدش قادر يتحملها، وهو بيزحف على ركبه وسط التراب إيده لمست حاجة صلبة. ما كانتش حجر ولا ماسورة. كمل حفر شوية، سلط الكشاف، وهنا ظهر أول سطر في الحقيقة: عظمة بشرية. وبمجرد ما بدأوا يحفروا أكتر، الأرض اتحولت لمقبرة جماعية، جثث فوق جثث، هياكل عظمية لشباب ومراهقين مدفونين بطريقة عشوائية وبشعة. الشرطة كانت بتطلع الأكياس السوداء واحدة ورا التانية، وعلى وشوشهم سؤال واحد: إزاي المكان الصغير ده شايل كل المدة؟ الرقم النهائي خلى أمريكا تحبس أنفاسها: 33 ضحية، 29 جثة طلعوا من تحت البيت والجراج. ولما المكان اتملأ وما بقاش في مكان لدفن إبرة، جيسي رمى 4 ضحايا في النهر القريب من البيت. جون واين جيسي، المهرج اللي بيضحك الأطفال والجار المحترم، طلع في الحقيقة واحد من أبشع السفاحين في التاريخ. ولما واجهوه الجثث كان رده بارد بشكل لا يصدق، وقال جملته الشهيرة: المهرجين بس هم اللي يقدروا يفلتوا بجريمة القتل. قصة جون واين جيسي بتثبت حاجة واحدة بس: إن الرعب الحقيقي مش بيجي من الفضاء ولا الوحوش الخيالية اللي بنشوفها في السينما. الرعب الحقيقي بيعيش وسطنا، بيلبس بدل شيك وبيبتسم في وشوشنا، وممكن يكون جارك اللي بتصبح عليه كل يوم. صحيح ستيفن كينج كتب رواية عظيمة، وصحيح بيني وايز رعبنا كلنا، بس الفرق المرعب إن بيني وايز بيصحى كل 27 سنة عشان ياكل ويرجع ينام، لكن الوحوش اللي زي جيسي ما بيناموش وموجودين في كل مكان وزمان. جيسي اتعدم بالحقنة القاتلة سنة 1994 وقصته انتهت، بس السؤال اللي هيفضل محيرنا كلنا: كم مهرج تاني عايش وسطنا لحد دلوقتي ولابس قناع الطيبة واحنا مش واخدين بالنا؟ لو وصلت للنقطة دي من الفيديو يبقى أكيد بتحب قصص الجريمة الواقعية. قولي في التعليقات: هل كنت تعرف إن قصة فيلم إت لها أصل حقيقي؟ ومين القاتل المتسلسل اللي تحب نتكلم عن قصته في الفيديو الجاي؟ ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد من عالم الجريمة والغموض. سلام.